هداوين بعد هداوين حطيت فيديو نقول فيه بلي المغرب تأسر قلوب الجزائريين، والجزائريين اللي راحوا انبهروا وعجبتهم وداروا دي فيديو بالصوت والصورة وقالوا الله يعمرها دار، والناس كانوا كرمة معانا. يعني ما كان حتى إشكال. ما فاتتش نص ساعة ملي حطيت الفيديو نروح نلقى مصيبة. وشكون اللي دايرها؟ الوفد تاع الفريق الوطني الجزائري داخل الفندق المخصص لهم. على فكرة نعاود نقول لكم، راكم في المملكة المغربية فوق أراضي تابعة للسيادة المغربية، راكم ضياف، راكم فريق راح يتنافس في منافسة رياضية، ماشي في حاجة تاع سياسة. واحد انا يدخلني لداره حاط لي فوتو تاع امه وبوه وخوته، انا شادني روح نتوشي لي فوتو تاع العائله. فما بالك انك انت في الفندق تاعهم، في الاراضي تاعهم، السياده تاعهم، صوره تاع الملك المغربي يديروا لها كيما هاك. شوف هذه الادعاءات غادي نقول مازالت غير مثبته. انا جو سيغتين بلي هذا الفندق فيه كاميرات مراقبه، وغادي نقولوا أسوأ تقدير انه بالك واحد من الستاف المغاربه، معليش هو اللي دارها، ماشي اعضاء الفريق الوطني، ماشي الناس اللي معاهم. جبدوا لنا الفيديو باش نتاكدوا انا وراسكم، غير باش خاطش على بالي بلي غادي ممكن ينكروا، ممكن يقولوا احنا خاطينا واحد دارها وصورها وقاس هذا التصويره في الانترنت باش يقول راهم يستفزوا فينا. اوكي، زوج تاع الاحتمالات، يا اما سي ان بياج نقولوا بلي الفريق ولا اعضاء الفريق الوطني والطاقم تاعهم غادي يقولوا هذا فخ باش يديروا لنا المشاكل. اوكي، نمشوا معاكم للاخر ونقولوا بالك غلطه، بالك من الناس اللي يخدموا في الفندق دارها، كان ينقي، كان يدير في كاش حاجه مع غير عمد ونسى باش يعاود يحل الريدو. جيبوا الفيديو وورونا الناس ولا الشخص اللي دار هذا الشيء. صورة ملك المغرب محمد السادس موجودة في الفندق كما موجودة في كل الفنادق والمؤسسات الرياضية، باسكو راك في دولة المغرب. هذا يخالف القانون المغربي لأنه يعتبر مساس بالمؤسسة الملكية وبالملك نفسه ويعاقب عليه القانون. مفروض أنه تعرف كاين خطوط حمراء لا تستطيع أن تتجاوزها كي تروح لأي دولة. كاين دول مثلا تقول لك صوالح أنت تقدر تديرهم في بلادك أنا عندي ما تديرهمش، كما مثلا تضرب ولدك في بلادك، ممكن تضرب ولدك بصح مثلا في أوروبا تضرب ولدك يدوه لك ويدخلوك الحبس، تضرب مرتك يدخلوك الحبس. واضحة هذه. كاين أشياء تقدر تديرها في بلادك، أنك تنتقد ولا جو سي با توهين شخصية معينة في بلاد واحدة أخرى، ما لازمش تديرها، تحترم القانون لأنه إذا خالفته ستتعرض للمساءلة. ترك الفريق الوطني يا حاوجي، راكم رايحين لمناسبة رياضية تمثلوا بلاد كبيرة، شعب كامل، نورمالمون تتحلون بقيم أخلاقية وقيم رياضية معينة لا تتجاوز الحدود نهائيا، سورتو في المساس بالملك والمؤسسة الملكية. يا ريت الناس اللي في المغرب، الناس اللي خرجت لهم هذه الصورة أو الناس اللي جابوا هذه الصورة، أولا تأكد من أن الصورة حقيقية، ثانيا إذا كان هناك فيديو يثبت الواقعة هذه يا ريت يحطوه، لأنه ممكن غادي يكون هناك رد رسمي على هذه المسألة. ثالثا إذا كانت حقيقية أرجو من الفريق الوطني الجزائري يقدم اعتذار للمغاربة وللمملكة المغربية. قدموا اعتذار وما تعاودوهاش ولموها باش ما تكبرش وتكملوا المنافسة تاعكم بلا مشاكل، باسكو هذه بداية لا تطمئن. وعلى حسب الشوفة إذا فعلا واحد من اللجنة تاع الفريق الوطني اللي دارها صافي دير راهم موصينهم يديروا كيما هاك، ما تصنتوا لهمش، هذوك راهم في الجزائر، هذوك راه عندهم حصانة، هذوك ما غادي يديروا لهم والو، بصح نتوما غادي ما كان لا منافسة
لا احترام لا والو، غادي يطبق عليكم القانون، تتبهدلوا وطيحوا بالجزائريين كاع، ونولوا في ديغا، نولوا نحلوا نربطوا. لكن درتوها اعتذروا بكل ادب واحترام واعترفوا، لانه الاعتراف بالخطا شجاعه، حاجه زعما يديروها لي زوم فقط. اعتذروا وما تعاودوهاش. ونظن باللي المغاربه اكرم، السلطات المغربيه اكرم، قادرين يفوتوها لكم، بصح لكن كملتوها كيما هكا سمحولي. كيفاش غادي ندافعوا عليكم، وكيفاش غادي نوقفوا معاكم، وكيفاش غادي نكونوا ضد المغرب في هذه المساله هذه. واش من فريق اخر دارها من ال 24 فريق اللي وصلوا الى المملكه المغربيه؟ شيء يعني في منتهى الغرابه صراحه. ارجو اصدقائي تحطوا لي في التعليقات لي ديتاي اذا كانت هذه الحادثه حقيقيه ولا لا، من المصدر تاعها، وانا نعاود نتابع بفيديو اخر، لانه انا بالنسبه لي هذا استفزاز غير مقبول نهائيا نهائيا. شكرا لكم اصدقائي، واراكم في فيديو اخر.